ايه يا ابني التارجت اللي زي الزفت اللي انت عامله ده؟ انت شطان انت، ده انت عرة الشياطين. في ايه بس يا ابليس باشا؟ قول لي بس انا غلطت في ايه؟ ما انا شغال بما لا يرضي الله اهو. فين ده انا حاسس انك شويه والناس هتسلم على يدك. ده الكارير شيفت بتاعك هياخد اتجاه الدعوه. ما انت يا عم اللي بتنزلني في مكان ما فيهوش شغل، ده غير كل الكاستمرز اصلا ما فيهمش حد مساعدني. ما فيهوش شغل ايه يالا؟ ده انا مديك شويه اسماء لوز وش القفص زي ما بيقولوا. لا اولى في نار جهنم يا عم، ان كان في حد منهم يبل الريق اصلا. يا ابني دول هيموتوا وينحرفوا، بس عايزين اللي يدلهم على الطريق. يعني انت لو تفيت هتفتح لهم كل الابواب. انت بس بتقول كده يا ابليس باشا عشان نارك قايده، عايز الشغل يخلص وخلاص. ده انت ما نزلتش الارض من ايام التفاحه. البشر اتغيرت يا ابو الاباليش، ما بقوش اللي انت تعرفهم، دول بقوا شياطين اكتر مننا. البشر هم البشر، بلاش حجج فارغه. انت بتعرف يا باشا التفاحه اللي بتاكل منها حته على ايامك دي، اهو البشر بدل ما يتجازوا لا وخلوها بركه موبايل مصنفه للناس الاغنياء والناس الحراميه. ده برضه مش مبرر لفشلك. طب الواد بتاع امبارح مش قلت لك توسوس له عشان يعمل علاقه مع البت؟ حصل يا ابليس باشا. تمام، وانت وسوست له والواد اقتنع وراح فعلا يشقط واحده من وسط البلد. ايه اللي خلاك تتدخل وتخليها تتوب وهي على باب شقته؟ ما هو اللي عجيب النظر الصراحه، وفي الاخر يروح يشقط لي واحده شبه الكتعه اللي بتخطف العيال. وانت مالك هي شبه مين؟ احنا يهمنا الفعل. لا ما انا الصراحه ما رضوش يدخل النار في واحده زي دي. طب بذمتك ودينك يا ابليس باشا انت ترجع لاخوك؟ دين مين يا ابن الجزمه؟ ما هو لو انا عندي دين هقعد مع امثالك ليه؟ طب الواد بتاع اول امبارح مش انا قلت لك خليه يسرق الشركه اللي هو شغال فيها؟ حصل يا ابليس باشا وبالفعل وشوشت له. امال هو ما سرقش ليه؟ ما انا اكتشفت ان الواد ده هيسرق الفلوس عشان يتجوز بقى واحده هتبيعه اللي وراه واللي قدامه ويجرجره في المحاكم. طب ما ده حلو، زيادة الشر شرين. بذمتك انت برضه يا ابليس باشا يقولوا ان المرأة غلبت الشيطان؟ انت يالا شيطان فاشل يالا. طب الولد اللي كان نفسه يقتل مراته ما وسوسلوش ليه؟ ده حاله يصعب على الكافر. اديك قلتها يا عم الابليش، حاله يصعب على الكافر. هتيجي عندي انا مثلا ومش هيصعب عليا؟ طب انت مرفوض، اطلع بره مملكتي يالا. طب ما تتنرفزش طيب يا عم ابليس، هو انت بتطردني من الجنة يعني؟